سيد أبو مجاهد، هناك يعني دعوة، كان في هناك بيان بالأحرى ل 86 من علماء السعودية يقول أهل غزة أذهلوا الصهاينة ولتحذر حماس. هناك دعوة لحماس للحذر من العدو الإيراني وحزب الله، هكذا جاء في البيان. هل لكم من رد على هذا البيان كمتحدث باسم لجان المقاومة؟ ردنا على هؤلاء أن إخوتنا في الجمهورية الإسلامية وفي حزب الله شركاء في هذه المعركة بتوجيهاتهم بدعمهم المالي والعسكري وعلى جميع المستويات، لم يدخروا جهدا في إطار هذه المعركة التي لم تنتهي. ردنا على أمثال هؤلاء الذين ما فتئوا أن يخرجوا علينا إلا بأحاديث والدعاء. الدعاء لا يجدي نفعا مع الدماء التي مع الرصاصات التي ربما اشتريت من قبل هؤلاء لتقتل أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك رسالتنا إلى أمثال هؤلاء: كفوا عن شعبنا وكفوا عن تلك الدعوات البائسة. من يريد أن يحرف البوصلة عن طبيعة الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال، فهذا الأمر مردود عليه. حزب الله مشارك في هذه المعركة، الجمهورية الإسلامية مشاركة في هذه المعركة بدعمها على جميع المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى اللوجستي. وبالتالي ردنا يكون على أمثال هؤلاء أن من شارك معنا بالمال والسلاح والعتاد وكل الإمكانيات لا يمكن سوى أن نشكره وأن نثني عليه. أما من يدعو أن نحذر من هؤلاء، هم لم يوفروا طلقة واحدة، هم لم يوفروا حبة دواء لأصغر طفل فلسطيني كان يشتكي من ضيق الحال لأكثر من 7 سنوات. يخرجون علينا الآن ليحرفوا الصراع والبوصلة. هؤلاء لا مقام لهم لا من قبل شعبنا ولن يسمع لهم أحد. شعبنا الفلسطيني يسمع لمن يدعمه بالسلاح والعتاد والمال وعلى المستوى السياسي، ومن شارك في هذه المعركة ومن يشارك أبناء شعبنا حتى في إعادة بناء البيوت التي تم هدمها. أما لأمثال هؤلاء الذين يتحدثون، لا أستطيع أن أقول إلا كفوا ألسنتكم عن شعبنا الفلسطيني الذي لفظكم منذ سنوات. موقع البرهان.